اهلا بيكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الدلو، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو، أنا شايف إن في حد كتير بيحبكم. في حد يمكن مش من النوع اللي بيعبر عن مشاعره، أو مش من النوع اللي بيتكلم. ممكن يكون في شخص بينكم انفصال أو زعل أو بعد، أو في حد وأنا بعمل القراءة دي دلوقتي وانتوا بتسمعوها انتوا بتكونوا بتفكروا فيه. الشخص ده مش من النوع اللي هو بيعبر عن طريق الكلام، كلام الحب بس. هتلاقوا الحب في نظراته، هتلاقوه في تعبير وجهه أو في وشه، هتلاقوها في إحساسه، هتلاقوها في طاقته. الشخص ده اللي انتوا مرتبطين بيه أو عايزين تعرفوا إذا كان بيحبكوا أو لأ ومش عارفين، ويمكن مش مبين، يمكن مفيش حاجة بينشرها على السوشيال ميديا. مش بيعبر بطريقة معينة عن مشاعره في الوقت الحالي. بس أنا شايف إن في منكم اللي ممكن يكون بيعمل مديتيشن أو تأمل. هتحسوا بطاقة الشخص ده أو هتحسوا بحبه وهتحسوا بمشاعره. الشخص ده كتير بيحبكم وعارف إن كمان انتوا بتحبوه. الشخص ده كمان يمكن بيفكر فيكوا كتير. الشخص ده يمكن من صفاته إن هو قليل الكلام أو قليل الكلام، أو بتحسوا إن هو سرحان، أو في حاجة ممكن تكون واخداه منكم. بس الشخص ده من النوع اللي زي ما يكون بيفكر بس مش بيعبر، بيحس بس مش بيتكلم. بيبقى عارف ان انتوا عايزين ايه، وبيبقى عارف انتوا منتظرين ايه، بس زي ما يكون بيتقل. ممكن تعتبروا الشخص ده تقيل، مش من النوع المندفع، مش من النوع اللي هو اللي في قلبه على لسانه. لا، الشخص ده هتحسوا بيه لو انتوا اتواصلتوا معاه على المستوى الروحاني، او لو انتوا زي ما يكون قفلتوا حواسكم كلها وابتديتوا تسمعوا بقلوبكم. هتحسوا بطاقته. في حاجة ممكن تكون انتوا منتظرينها من الشخص ده، ممكن تكون هتستقبلوها او هو هيديها لكم، بس الامر ممكن يكون محتاج شوية صبر. الشخص ده يمكن هيوعدكم بوقته، أو ممكن يكون هيتواصل معاكم أو هيصالحكم بطريقة انتوا بتحبوها. تحسوا ساعات إن انتوا مرتاحين، إن انتوا بتتمنوه بقى في إيديكم. بس في حاجة انتوا منتظرينها أو في حاجة انتوا بتتمنوها تحصلوا عليها. انا شايف ان اللي انتوا بتتمنوه من الشخص ده هتحصلوا عليه قريب جدا. هيكون ليكم، سواء كان صلح، سواء كان مكالمة، سواء كان عرض ارتباط او زواج، او اعتراف بالحب. مهما يكن اللي انتوا مستنيينه منه هتحصلوا عليه من الشخص ده. الشخص ده حاليا هو بيراقبكم وجواه مشاعر قوية جدا ان هي تكون موجودة في المكان اللي انتوا موجودين فيه. يمكن عايز يكلمكم، عايز يتواصل معاكم، بس زي ما يكون في صراع، زي ما يكون مش عايز ياخد خطوة متهورة، أو زي ما يكون ماسك نفسه بيقاوم إحساس إنه عايز يتواصل معاكم. بس هو أكيد بيراقبكم وكتير بيحبكم. ممكن يكون الشخص ده بيشوفكم في المكان اللي انتوا بتشتغلوا فيه، أو ممكن يكون على السوشيال ميديا، أو ممكن يكون بيسأل حد عنكم، أو ممكن يكون حتى بيجي المكان اللي انتوا فيه من غير ما تحسوا. بس الشخص ده بطريقة ما عينيه عليكم، بطريقة ما واخد باله منكم. اللي انتوا منتظرينه أنا شايف إن هيكون ليكوا وهيكون في إيديكوا، من غير قلق ومن غير توتر ومن غير ما تستعجلوا. أنا قلتلكم إن الشخص ده تقيل. الشخص ده نازله كارت هنا الإمبراطور، يعني ما بيتصرفش أي تصرف غير لما بتكونوا خلاص فقدتوا الأمل. وأول لما بتفقدوا الأمل بتبتدوا إن انتوا تستقبلوا اللي انتوا كنتوا منتظرينه من الشخص ده. بس أنا شايف إن الشخص ده كتير بيحبكوا، كتير بيفكر فيكوا. بس هو مش من النوع اللي لما بيجيله فكر بينفذه، لأ. من النوع اللي هو بيقاوح مع نفسه، من النوع اللي هو بيكابر مع نفسه. بس أنا شايف إن انتوا هتكونوا مبسوطين. الشخص ده هيعبر لكم عن مشاعره. يمكن هيكلمكم، يمكن هيقول لكم إن هو مشتاق ليكم، هيقول لكم إن هو عايز يرجع العلاقة من تاني. يمكن هينهي الخلاف اللي ما بينكم. يمكن اتنين حصل ما بينكم طلاق، هيكون في زواج من تاني. بس انتوا هتكونوا كتير في غاية السعادة والانفصال والانبساط، لدرجة ان حواليكم الناس اللي حواليكم هيحسوا يمكن بالفرحة دي، او يمكن بالبهجة اللي انتوا هتكونوا فيها. انا شايف ان هيكون في حاجات كتير محتاجة عشان العلاقة دي ترجع ان هي تنتهي.
إن هي تنتهي وتتولد من جديد، سواء خلافات إن انتوا ترموها ورا ضهركم وما تفكروش فيها، بس تاخدوا منها الدرس عشان ما تقعوش فيها من تاني. تاخدوا الدرس من الخلافات اللي حصلت في العلاقة، أو الأمور السلبية اللي حصلت في العلاقة، يعني تاخدوا الدرس منها عشان ما تقعوش فيها تاني. لما انتوا بتفهموا بعض وما بتبقوش واقفين لبعض على الواحدة، بتحاولوا إن انتوا تعدوا الأخطاء اللي ممكن تكون يعني بتصدر من الطرف اللي قدامكوا أو العكس. بيبقى فيه خير، بيبقى فيه بداية جديدة. بس أنا شايف إن لسه في أمل، لسه في خير في العلاقة دي، لسه في زي ما يكون بداية جديدة في العلاقة دي، أو حاجة انتوا بتتمنوها تتولد لكوا من جديد. بس العلاقة دي زي ما يكون مش من يوم وليلة. انتوا يعني مش موجودين مع بعض من يوم وليلة، لأ، العلاقة دي زي ما يكون انتوا الاتنين مربوطين ببعض. بيبقى فيه ساعات مشاكل، بيبقى فيه ساعات صعوبات، بيبقى فيه ساعات انفصال، بس بترجعوا من تاني أقوى من الأول. فأنا عايزكم ما تقلقوش، لأن أنا شايف إن الشخص ده بيحبكم وما يقدرش يعيش من غيركم. أنا شايف إن انتوا محتاجين إن انتوا يعني تطلعوا الأفكار السلبية من دماغكم بعد ما عرفتوا إن الشخص ده بيحبكم قد إيه. بلاش إن انتوا تتعبوا نفسكم، لأن الأفكار السلبية بتأثر عليكم وعلى حياتكم. الشخص ده عايزكم، الشخص ده عايز يكون معاكم ويبقى في بداية جديدة في حياتكم مع بعض. فما تقلقوش. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.